فين؟ برتغال. ايه رايك في الرحله دي؟ في لشبونه. ايه رايك في الرحله؟ تاني مره ده يا جماعه، ادم تاني مره معايا. طبعا رحله اسيا اللي انا ستيل بحلف فيها والناس اللي كانت فيها، طبعا ده انا كسبته بصفه عامه بقى برحله اسيا، ومعايا في الرحله التانيه اهيت، وانا مبسوط ان هو موجود معايا. يعني هو مش حاطط معايا في رحله، لا هو بقى تحول الى صديق، فبس صديق ارستقراطي من ناس كده في نفسه، وانا بحب وجوده عامه. حبيبي. فانت ايه رايك في الرحله؟ لا طبعا رحله جميله. هو عادل فرهود، بس انا بحب اجي عشان اتفرهد معاه يعني. بنشوف حاجات كتيره وبنلف ونعمل كذا حاجه وطبعا صعب دلوقتي على اي حد ان هو يعمل يوروب كذا دوله يعني في وقت قصير، بس الحمد لله هو شاطر ومتفوق فيها. حبيبي حبيبي. ايه رايك اكتر بلد عجبتك؟ اكتر بلد والله هي برشلونه حلوه، ولشبونه كمان يعني كانت عكس توقعاتي. كنت فاكرهم بقى ان هم يعني ناس على الله، طلعوا لا تمام، بلد حلوه جدا. ايه اكتر بلد ايه اكتر حاجه عجبتك في لشبونه؟ لا المناظر والشكل والشوارع. يعني المنظر فوقينا عامل ازاي؟ ايه في عامل ازاي ورانا؟ بعدين عرفت ان هي كانت مملكه، فغالبا كان الملك قبل ما يعملها بقى كان بلد غيرت كتير، جامده جدا. غرقت اكتر من مره، رهيب. بلد جميله جدا. واحنا مبسوطين طبعا. النجم ده عايز تسهر، هو بتاع النايت لايف في اي رحله، يطلع رحله يبقى هو النايت لايف. ايه رايك في سعر الرحله؟ لا ممتاز جميل. زي اسيا تقريبا. ارخص من اسيا. أرخص. لا مش ارخص. زيها. انت عارف ما احسبش. لا بس هو في ناس في الرحله هنا يعني من الناس اللي هم يعني بيحبوا ينتموا للحاجات الايكونومي يعني، فهم مبسوطين جدا يعني. هو يا جماعه ما دفعوش حاجه. هو كالعاده يجي معايا يحجز الهوستلز بس ما بيطلعش، يعني ما بيقعدش فيها. بس الحمد لله هو بدا يقعد في الهوستل، قعد معايا في المانيا، وقعد في لشبونه، وقعد في برشلونه. رحنا اللي احنا حجزته الهوتيل كان في مدريد. لان التاني ده كان صح. لا بس في بقى اكتريه الناس في الجروب هنا بجد اللي هي بتحاول بقى تطلع رحلات ايكونومي، لا بيشكروا في الموضوع جدا. هو غالبا ما صرفوش يعني. هو ما صرفناش حاجه، الطيران والهوستل اصلا اليوم بيقف عليك كام اصلا تقريبا اليوم؟ والله هم متهيألي اليوم الايكونومي، عشان برضه انا مش هتكلم عن المصاريف يعني. اليوم الايكونومي هم بالنسبه لهم هناك تقريبا كانوا بيقولوا 20-30 يورو في اليوم بالظبط. يعني كان في ناس اوريدي بتجيب بقى يعني هم كجروب مع بعض كانوا بيجيبوا بقى اكل ويعملوه، يعني يجيبوا فطار ويجيبوا الغداء وبيجيبوا كل حاجه يقعدوا يعملوها في الهوستل. فكان ده بقى كمان بيوفر لهم كتير جدا يعني. اهم حاجه عكسنا احنا خايبين بقى بنمشي نصرف. الرحله دي دلوقتي بعد التعويم اللي حصل النهارده، شايف لو زادت مثلا بقت 6، اي طبعا انت دافع تقريبا نفس الرينج 40 تقريبا في الطيران. فانت الرحله دي طبعا بعد التعويم لو بقت 46 مثلا تبقى، بس شايفها برضو مناسبه ولا لا؟ والله شايفها لذيذه يعني. طيب بالنسبه لعادل بقى ومشي، عادل بيمشي كتير. عادل ده انا كنت بسيبه. انا بسيبه واخلع يعني، اللي هو ايه مش هفرهد معاك الفرهده دي يعني. صراحه انا بحبه فتمام بقى تقبل مني. هو دي حقيقه والله يا جماعه. انا بحب ادم جدا، ودي تاني رحله مع بعض، وناقصنا اميره كمان كمبوديا، يعني هتشوف الريفيو ده كمان. اميره وكمبوديا، فاحنا ان شاء الله نطلع مع بعض على طول. وانا مبسوط ان هو موجود معايا حبيبي